السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة جرافيك روسوف. بشكر كل الناس اللي عملت لي لايك وسبسكرايب ودعمتني في أول فيديو نزلته على القناة، وإن شاء الله انتظروا فيديوهات قوية جدا هتنزل الفترة الجاية. طيب النهاردة يا سيدي بقى هنتكلم عن مايكروسوفت وورد، وتحديدا عن أساسيات التنسيق اللي لو أول مرة تفتح فيها البرنامج إيه اللي تعمله. حتى لو مش أول مرة تفتح البرنامج هعلمك تركاية مهمة جدا لازم أول ما تفتح البرنامج تعملها. يلا بينا أشرح. بص بقى يا معلم، انت طبعا اول حاجه بتعملها بعد ما بتنزل البرنامج بتفتح مايكروسوفت وورد عن طريق حاجتين، عن طريق كليك اليمين وبتختار كلمه مايكروسوفت وورد، او بتيجي على قائمه ويندوز وبتكتب كلمه وورد وبيطلع لك كده البرنامج. طيب احنا نعمل بالطريقه العاديه جدا، كليك يمين نيو وورد وهنفتح برنامج الوورد. طيب شوف يا سيدي، انت اول ما تفتح البرنامج معاك ويظهر الواجهه بالشكل دوت، عايزك دايما تعمل تركايه مهمه جدا زي ما قلت لك حتى لو كنت بتستخدمه قبل كده كتير. طيب رقم واحد طبعا المسطره، عشان نظهرها بنروح على كلمه فيو ونختار هنا الرولر. طيب لو انت مظهرها قبل كده فزي الفل. بعد كده هتروح على التبويب بتاع اللاي اوت، هتختار السايز وتخليها A4. ده طبعا الاي 4 دوت بالنسبه لمصر هنا عندنا ف 90% من شغلنا بيتبع على الاي 4. طيب بعد كده هتروح على المارجنز، دي بقى عندنا دايما هنلاقيها على النورمال. طيب ايه الفرق بينها وبين الاختيار اللي انا كنت مختاره؟ شوف يا سيدي، انت هنا لو هنكتب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انت هنا عندك فراغ كبير قوي في الجزء دوت. طيب يعني انا عايز استفيد واستغل على كلمه مارجنز واخليها نارو. شايف المساحة دي اسمها هيدر، دي دايمًا الحواف الآمنة ليّا في الورقة، يُفضّل دايمًا أسيبها كده وما ألعبش فيها. طيب أنا عملت دلوقتي الA4 واخترت الNarrow، أنا مش كل مرّة هافتح فيها البرنامج هاعمل نفس الخطوة، لأ هاجي هنا على الأيقونة دي وهاختار set as default وهاخلّيها yes. كده أنا كل مرّة هافتح فيها الword أوتوماتيك أنا باقول له ثبّته لي على الورقة الA4 على الmargins خلّيها لي narrow. بعد كده يا سيدي هاروح على قائمة home، وهنا بقى هنلعب اللعب كله. انا مش كل مره اما افتح البرنامج هقعد اظبط الفونت واعمل بولد واخلي ما اعرفش فين رايح جاي منين، تخش في المختصر على طول. هتخلي هنا حجم الفونت بتاعك 16 وتختار الفونت اللي انت عايزه وخليها بولد. خلي دايما كلامك جهه اليمين لو انت هتكتب كلام عربي طبعا يعني، وهتختار باراجراف وهنخليها set as default all document، اللي هو كده انا بقول له كل ما افتح اي ملف خلوا لي دايما على الستاندرد بتاعه على الستايل دوت. اوكي. طيب وهاروح برضه على الفونت وهاعمل نفس الموضوع set as default. أوكي. أنا كده باقول له كل ما أفتح صفحة وورد أوتوماتيك أنا عايزها تخش على الاختيارات اللي أنا حددتها لك دي، مش كل مرة أمّا أفتح الوورد هاجي هنا على layout وأعمل size A4، أو لمّا آجي أروح أطبع الورق اللي أنا كاتبه ألاقي الكلام مرحّل معايا وما أناش فاهم أي حاجة. لأ، فكك من كل دوّة. مجرد ما بتعمل الخطوة دي لو طابع الملف دوّة في أي مكان هيطلع لك بنفس الstyle اللي أنت عامله. طيب وفي حاجة كمان أنا عايزك تشيلها عشان ما لهاش لازمة، لو أنت الشاشة بتاعتك مش touch هتلاقي في حاجة عندك هنا اسمها draw، دي الخاصة بالرسم، وإحنا مش هنرسم لأن الشاشة بتاعتنا مش touch. طبعًا هنعمل كليك يمين على أي مكان هنا ونختار كلمة customize ribbon ونختار draw، نشيل منها علامة الصح وندوس أوكي. بس اختفى. أنا مش عايز دوشة وحاجات ما لهاش لازمة، أنا عايز أخش في الشغل على طول. ماشي يا سيدي، ودلوقتي صفحة الوورد معايا أهي جاهزة، هاقول لك دلوقتي بقى هنعمل إيه. طيب الفيديو دوّة مختصر طبعًا، فأنا هادّيك التريكات المهمة اللي هتشتغل معاك على طول وفكك من أي حاجة تانية ما لهاش لازمة. أنا دلوقتي عايز أكتب باراجراف أو موضوع هابتدي أنسّق عليه وأقول لك هتعمل إيه لو أي نص أنت حطيته ولقيت الدنيا بايظة معاك فيه. شوف بقى يا سيدي، أنا كنت مجهّز نص على النت جاهز، هاخده كوبي وهاحطه هنا على الوورد بيست. شيل ديّة ما لهاش لازمة. أنا دلوقتي في حاجة معايا شكلها بايخ أوي، السطور عندي مش متنسّقة، هنا الجملة جوّه، جملة برّه، الدنيا مش أحسن حاجة هنا في الوورد. بُص بقى يا سيدي، أي نص هتحطه هنا على برنامج الوورد عايزك دايمًا، دايمًا أول حاجة تعملها control A وتخلّيها just font، خلّي لي كل الكلام ينتهي على نفس السطر. دي تركاية مهمة جدًا وبتفرق في شغلك جدًا. وطبعًا عندك كذا اختيار تاني من justify إذا كان low أو medium أو high، بس ما انصحكش تعملهم إلا في الأوقات القليلة أوي اللي إحنا لو عايزين نملى الورقة بيها كلام. بس في مشكلة هنا عندنا هتقابلنا، إن في عندنا خطوط ما لهاش لازمة عاملة لي شكل بايخ في الورقة، ودي عشان تلغيها لازم تغيّر نوع الfont، لإن هو كده الخط ممطوط فهو ماططه لك بالشكل دوّة. فأنا أحسن حاجة ليّا عشان أكون في الsafe zone دايمًا خلّيها على justify بس، أو آخري خالص justify low، كده هتضبط معاك الكلام. ودايمًا حاول تخلّي السطور بتاعتك الفواصل بتاعتها 1.5، هنا هتضبط معاك. ونمسح الفوارق، هتلاقي طبعًا هنا لإن الfont بتاعنا للأسف عنده مشكلة مع الjustify أصلًا، فإحنا هنخلّيه كلّه justify بس. وضبّط بقى حجم الfont زي ما أنت عايز، بس أنا هاكتفي بيه على كده وهامسح الزيادات. كده أنا جهّزت الورقة إلى حدٍ ما كويسة جدًا. طيب التنسيق بتاعنا يا سيدي بيتمحور ما بين 3 محاذاة. أول حاجة الcenter اللي هي بتبقى هنا دي الcenter left right.
اختصار ليهم كنترول اي، كنترول ار، كنترول ال. طيب دايما نحاول على قد ما تقدر تخلي لعبك كله بالكيبورد اختصارات، ما تحاولش تلعب بالماوس كتير. طيب انا كده عملت الورقه زي ما قلت لك، هحط لها دلوقتي اطار من الديزاين بيج بوردرز. انزل تحت شويه تلاقي فيه الاطار ده، دايما ده اكتر واحد مشهور والسهل جدا، وحاول دايما تخليه 3 دي واعمل اوكي. كده الفونت اتظبط معاك، كل حاجه اتظبطت معاك الا حاجه واحده بس ناقصه، ازاي اكبر وازاي اصغر وازاي اغير الفونت وازاي اغير اللون، الكلام ده كله. وطبعا انا عارف ان الفيديو ده بدائي جدا واغلبيه الناس عارفه الموضوع دوت، بس هو كفيديو بدائي لازم اقول الكلام دوت. لكن بالنسبه للي جاي ان شاء الله اما نتعمق في الوورد، لا انت هتشوف حاجات كتير قوي جامده وستايلات كتير قوي مختلفه. ماشي، هنيجي هنا على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هنعمل عليها دبل كليك. لو عايزين نكبر هندوس على الكنترول ديل، عايزين نصغر هندوس برضه على الكنترول مع الجيم، او من فوق هنا ناحيه الشمال هنكبر او هنصغر. وهنا هنلعب في الالوان زي ما احنا عايزين، وهنا دي ستايلات جاهزه نقدر نختارها. هنختارها مثلا بالاحمر ونخليها على 20. طيب وزي ما انت عارف بعد ما بتحدد الكلام وتختار اللون والفونت والتفاصيل اللي انت عايزها، من هنا بقى تقدر تخليها بولد او ايتاليك مائل او اندرلاين تحتيه خط. وزي ما قلت لك في اول فيديو، خلي بالك دايما وانت بتكتب، لو بتكتب بالعربي دايما خليك على الاختيار ده رايت تو ليفت، اما لو هتكتب انجلش فدايما خليك على الاختيار ده ليفت رايت. طيب انا جهزت ورقتي وكله تمام وعايز احفظها PDF عشان لو هطبعها او هبعتها لحد. بص في طرق كتير قوي للطباعه من PDF، بس انا هديك اكتر واحده اختصار فيهم وهي F12. هتفتح لك القائمه دي زي ما انت شايف، هتختار منها كلمه PDF، هتيجي هنا عند الاختيار ده وتخليها PDF. وهنا عندك اختيارين مهمين قوي ركز فيهم. هنا بيقول لك اذا كنت هتطبعها او هتنشرها على النت، وهنا بيقول لك لو انت هتنشرها على النت بس. طيب ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم يا سيدي ان انت لو هتختار الستاندرد بتاعها هيكون مساحتها كبيره، اما لو انت هتنشرها على النت وهتحتاج المساحه تكون صغيره، دايما اختار الاختيار ده لو انت مش هتطبعها. وهنا بيقول لك انت عايز تفتحها بعد ما تسيف ولا لا، انا هقول له عايز افتحها عشان اشوف. طيب اتفتحت كده معايا اهي، نفس الورقه دي بالظبط، اما اجي اطبعها هتطبع معايا بنفس الستايل اللي انا عامله. وزي ما قلنا في الفيديو، دي مجرد اساسيات بسيطه جدا بعلمك ازاي تستخدم الوورد باسهل طريقه ممكنه. لكن نستنى اللي جاي عشان اللي جاي تقيل جدا. هنبدا نعمل ملفات رايقه وهنعمل فيها شغل احترافي جدا باذن الله، وهشرح لك كل تفصيله في الوورد بنستخدمها امتى وازاي وليه. وبكده يا سيدي نكون خلصنا اول فيديو للوورد. خليك فاهمان بقى وروح طبق الكلمتين اللي انت سمعتهم، عشان دي مجرد اساسيات اصلا المفروض كله يبقى عارفها، بس احنا بنراجع مع بعض احتياطي قبل ما نبدا في الغويط. ويلا بينا نستعد على الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. نسيت اقول لك الفيديو جاي عن الاكسل.